انت عارف لما تكون عايش طول حياتك كومبارس من ساعه ما تاسست من 2019 وتصدق نفسك للحظه كده ان البطل مثلا غايب في بطوله تانية هو رايح ياخدها، واخد بالك؟ وبعد كده انت عشان البطل غاب عنك وبيلعب في بطوله تانية ومشغول عليك شويه، انت عايز تاخد منه دور البطوله في فيلم، فلما بيرجع بياخد منك السيناريو وبيبقى هو المخرج والمؤلف وبيعمل كل حاجه في الفيلم، وانت بتفضل كومبارس زي ما انت. المشكله بقى ان النهارده عمل كومبارس من نوع جديد، اول مره في حياتي اشوفه. تخيل ان هو كومبارس لوصيف ليا في الدوري، يعني بيراميدز كومبارس لفريق اصلا انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بكسبه واخد بطولات على حسابه. هو الاهلي ما عملش حاجه، هو الاهلي عرفك حجمك عشان يوم ما تتحداه هيبقى هو ده مصير. انا مش عايز اي اهلاوي يطلع ويصيح ويقول لك انا كسبت وكسرت يا حبيبي لا، ده اقل من اللي انت بتعمله بكتير قوي. دي تكايه كده، ديت انا عارف ديت نقطه في بحر من اللي انت بتعمله، ديت حاجه لا تذكر مع فريق لا يذكر. ده انا كل 10 سنين بسيب الدوري للوصيف بتاعي مرتين. انت عايزني اسيب لك الدوري وانت لسه اصلا تاريخك كله ما كملش 5 سنين؟ بطوله على حساب مين يا ابني؟ يا حبيبي قول لاصحابك اللي اشتروك قبل ما يسافروا ان انا طول عمري بدي اقوى فرق عندهم في الدوله بتاعتهم على دماغي، مش هعرف اكسب فرقه هم شاريينها وعايزين يعملوها كومبارس للاهلي. الاهلي يفوز على بيراميدز في 10 ايام مرتين، مره 3-2 ومره 1-0. تخيل الغلبان من غير ما لعبه كان الفرق بيني وبينه نقطه، حتى نفسه في دور البطل وان هو بينافسني على الدوري لعبته ماتشين كسبت الماتشين، بقى الفرق بيني وبينه 7 نقط. تخيل ان انا هقعد اتشقلب في الدوري واتمرمغ والعب براحتي واضحك واهزر وقشطه والموضوع بالنسبه لي ايزي، وفي الاخر انا اللي هاخد الدوري وهو قاعد يتفرج عليا وعمال يحارب ويدوحر من اول الموسم، وفي الاخر انا جيت خدت تاريخه في لقطه. انت نسيت كلمه، والكلمه ديت مبدا عند النادي الاهلي: عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافاه. ما انا قلت لك ادارتك اللي عملت فيك كده، ادارتك اللي حطتك تحت ضغط وتحدد جماهير الاهلي وكانت عايزه تكسرها، قام ردت عليك لعيبه الاهلي الرجاله في الملعب حبا في جمهورهم. في الاخر حابب اقول لك ان الاهلي في القاره كلها ما بينافسش غير نفسه. انا مش لاقي ذكر في القاره كلها اصلا، يعني انا نفسي الاقي ذكر في القاره ينافسني على اي لقب وانا قشطه هطلع اعترف ان في منافس ليا، ولكن انا الوحيد في العالم كله اللي في قارتي بنافس نفسي. انا البابا يلا.